حج ددح. فالقصيدة أول مرة تقرأ على منصة لأهمية منصة الرسالة. حج ددح. شخص كان بمنطقتنا يصبغ ويلحم حديد. بس انتباهكم وياي. حج ددح. شخص كان بمنطقتنا يصبغ ويلحم حديد. فد فقير وابن وادم، الخبزة للدكبابة قوة وعمره ما لابس جديد. حج ددح شاف شغلة صبغة صعبة ورزقه بيها هواي باطي. عاف هاي الدوخة كلها وقرر يلقط قواطي. المنطقة يحبونه كلهم، جمعوا ورادوا يسعفونه بمهنته وفاجئوه جابوا ماكينة. وحيل حب هذا القرار لأن كانت كل غراضه اللي يشتغل بيهن أجار. قمت أحب كل منطقتنا الجابت الددح ماكينة. رسمت الضحكة على وجهه ودمعت بالفرحة عينه. الكان ياكل خبزة قوة هسه ظل ياكل دهينة ما علينا. صعدت أحواله وتغير. الكان ياكل خبزة قوة هسه ظل ياكل دهينة ما علينا. صعدت أحواله وتغير. بس عجيبة انترس جيبه وعز على الوادم سلامه. صار شيخ وفصحى أصبح كل كلامه. يمتى طبل الحوزة ددح، يمتى حط هاي العمامة وراح للحج حج ددح. وراي حج ددح. شخص كان بمنطقتنا يصبغ ويلحم حديد. فد فقير وابن وادم، الخبزة للدكبابة قوة وعمره ما لابس جديد. الخبزة للدكبابة قوة وعمره ما لابس جديد. المنطقة يحبونه كلهم، جمعوا ورادوا يسعفونه بمهنته وفاجئوه جابوا ماكينة. وحيل حب هذا القرار لأن كانت كل غراضه اللي يشتغل بيهن أجار. قمت أحب كل منطقتنا الجابت الددح ماكينة. رسمت الضحكة على وجهه ودمعت بالفرحة عينه. الكان ياكل خبزة قوة هسه ظل ياكل دهينة ما علينا. صعدت أحواله وتغير. بس عجيبة انترس جيبه وعز على الوادم سلامه. صار شيخ وفصحى أصبح كل كلامه. يمتى طبل الحوزة ددح، يمتى حط هاي العمامة وراح للحج حج ددح. صار كل يومية يسبح. رجع من الحج أمير. صار طاق من الأخير. ابتدأ مشواره الجديد. وراح للحج حج ددح. صار كل يومية يسبح. رجع من الحج أمير. صار طاق من الأخير. ابتدأ مشواره الجديد وانحسب ددح مناضل حيث أنه متخاذل في حروب الطاغية. كان ددح ذو عقل ناضج وكانت كل خلايا العقل جدا واعية. وصار ما يتحاجى كلش. ددح وطقطقة زينة وقلب بيته اليمنى مكتب. راحت أيام الماكينة الحج ظل بفلوسه يلعب. وجو لم كل منطقتنا ظل يسولف عن زمان. قالهم خل نصير واحد نبني كل هذا المكان. قال خل نغير وضعنا بكل شبر نزرع أمان. قال أريد تساعدوني راح أطب للبرلمان. وصدقوا حكيه بوقتها وبوقوا له. وحج ددح صار نائب. بس نسى وعود الوعد هالمنطقتنا وما نطل أي بشر راتب. التهب ناسه وكتلته ويوم يقضي بالتعب كان ما يلحق يخلص أكل عنقود العنب. وكان ددح يستفز بعض الكتل. رادوا يفجرونه لكن كان يخلص بس خلص نص الشعب. هنا ضجت من منطقتنا الجابت الددح ماكينة. ووصلوا للبرلمان من نجاهم بالشعار. القال عمر منطقتكم بالعكس صار الدمار. قمت أحس منطقتنا سبب كل هذا اللي صار. لأن لو باقي على وضعه وكل غراضه اللي يشتغل بيهن أجار كان ظلينا بوضعنا وكان ما صار انفجار.